سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبه. ممكن أتكلم فضيلة الشيخ؟ تحت امرك يا فاطمه، اتفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ والله في نعمه الحمد لله. يا رب دايما. معلش أنا عندي استفسارين بس. تحت امرك. أنا عندي جوزي على طول بيشك فيا، تمام؟ على وآخر طول حسبان- بيشرب سجاير؟ بيشك فيها. بيشك لا فيك؟ بيشك فيا. مم. بيشك فيا ومن غير اي سبب. بحاول منعني ان انا خالص ان انا اتكلم مع اي حد يعني من عيلتي. وحلف عليا، قال لي تحرمي عليا لو كنت لو سلمت يعني اكتر من زيك عامله ايه، بس مم. اكتر لو حاجه اكتر من كده ما جيتيش قلتي لي تبقي محرمه عليا. فهل لو انا نسيت حاجه او انا ما قلتش حاجه ده يبقى يعني كده ابقى مطلقه ولا ايه؟ ده حاضر. أول استفسار. ثاني استفسار بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي عاملة وشم، كنت زمان واحدة صاحبتي عملتهولي وكده، فأنا بصلي، فهو ربنا متقبل مني الصلاة ولا ده ليه عقاب وده ليه عقاب؟ يعني عامل الوشم يعني أنا كنت عارفة إن هو حرام لكن ما عرفتش إن هو بيمنع وشم. الصلاة. وشم وشم تاتو يعني؟ أيوه تاتو. والتاتو ده راح؟ لا لا هو ما بيروحش. ما بيروحش. ما راحش. في تاتو أيوه. بيروح. وانا كنت المفروض اعمل عمليه عند اللي انا اشيله وكده، بس خفت عشان قالوا لي هيبقى شكل رقبتك وحشه. انت عاملاه في رقبتك؟ فانا دلوقتي الصلاه يعني ربنا متقبل مني ولا ما يقبلش صلاه ولا صيام ولا اي حاجه؟ هو احنا ما نعرفش اصلا ربنا تقبل منا ولا لا اصلا. يعني هو احنا شخصيا احنا ما نعرفش ربنا تقبل ولا لا لم يتقبل. لكن احنا نفرق بين حالتين. احنا عندي هنا نفصل بين امرين. هو اللي انا عملته ده غلط؟ غلط. أيوة. كويس. ايوه وبعدين أنا هو ده معترفة إن هو تغيير. بصي بقى يا فاطمه، شوف انت عاملاها، بتقولي عاملاها في رقبتك صح؟ طب بالله عليكي ايه المنظر الجميل ده؟ هو ده حاجه حلوه؟ لا. ده تغيير ولا مش تغيير لخلق الله؟ اصلا والله. لا تغيير. حلو قوي. فادام تغيير لخلق الله وانت اعترفتي، فبدايه التوبه الاعتراف. لأن يا رب أنا معترف بهذا الذنب العظيم اللي أنا عملته ده، فأنا أستغفرك ربي مما فعلت وأتوب. طيب أنا عاوز أعمل عملية، طب هل في المقدور اللي أنا أقدر أعمل عملية؟ بس هيعمل تشوهات وبتاع وما إلى ذلك. طب عندي المقدرة اللي أنا أعمل عملية تجميل لده؟ لا، ما عنديش. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. انتهت المسألة وخلاص. وأتوب إلى الله تبارك وتعالى لما يكون عندي المقدرة، أقدم على اللي أنا أزيل ده بالكلية بإذن الله تعالى. خلاص. دي حاجة التانية اللي هو قضية الشك. يعني أنا ما أعرفش هو الشك جاي منين. هل من كثرة محادثة مثلا، محادثات، فكم هو الأمر ده عنده فمن حقه إن هو يشك، ولا هو ما فيش لا حاجة هو بيشكك كده لوحده، يبقى الإنسان ده أصلا مريض وبالتالي يحتاج إلى طبيب عشان يعالج. ده مش محتاج شيخ، ده محتاج واحد أصلا يروح الطبيب يتعالج عنده. طب النقطة التانية، ما هو عمال يحلف عليا، أنا ما أعرفش الحلف ده هو كان بيقول تحرمي عليا زي أمي وأختي، ولا عليا الحرام، ولا كان بيقول إيه؟ فدي نحتاج إلى توثيق الكلام ده عشان نفهم إيه الألفاظ اللي كان بيقولها وهو اللي لازم يقولها عشان نعرف الكلام ده. هل هو قال تحرمي عليا زي أختي وأبويا وأمي والكلام ده لو قلتي، ولا إيه؟ ده تحتاج إلى لجنة الفتوى بالأزهر. طب يعني أنت بس السؤال الثاني، السؤال بتاعها كان هل صلاتي صحيحة؟ ما احنا قلنا نفرق. احنا ما نعرفش، لا الأستاذة دعاء ولا أنا ولا أي حد من السادة المشاهدين. مش بنتكلم اتقبلت ولا ما اتقبلتش، لكن الصلاة بنتكلم صحيحة. طبعا صحيح. طبعا. يعني يا رب يكون الجسم كله فيه ده. وأنا وقفت أمام ربي سبحانه وتعالى. دي نقرة ودي نقرة بالظبط. هي صحيحة. أنا دخلت بقى ربنا يقبلنا ما قبلناش. الصلاة دخلت بشروط صحة الصلاة وخلاص.